طيب يا جماعه، السلام عليكم. احنا ما محتاجين نكلمكم كثير، نقول لكم والله العظيم الناس دي بيزدادوا البنزين وزادوا الجاز وزادوا الكهرباء، ونحن ناكل من وين ونشرب من وين، والكلام ده بقى مكرر، بقى مكرر. الناس دي 27 سنه 27 سنه بيمصوا في دم الناس، بيمصوا في دم الناس. دي ما اول مره يزيدوا الجاز والبنزين عشان يقولوا دي مشكله اقتصاديه. الزياده دي ما بتجيب كل يوم السوق بيزيد، كل يوم هم بيرفعوا الاسعار. السؤال بيرفعوا الاسعار ليه؟ بيرفعوا الاسعار ليه؟ بيرفعوا الاسعار لانه حراميه، بيرفعوا الاسعار لانه البلد دي فيها حروب عاملينها هم، بيرفعوا الاسعار لانه عندهم جهاز امن، عنده عربات وعنده سلاح وعنده غيره دايرين يسلحوه. ما بيرفعوا الاسعار عشان دايرين يجيبوا لك خدمه انت، ما بيرفعوا الاسعار عشان تلقى لك حقنه بالمجان، ما بيرفعوا الاسعار عشان تتعلم بالمجان، ما بيرفعوا الاسعار عشان انت تعيش حياه كريمه، ما بيرفعوها عشان كده، بيرفعوها عشان جيوبهم دي وعشان ما يشبعوهم. وهم اقليه، هم اقليه. بس الجامع ده صلوا فيه كم كوز؟ الجامع ده في واحد هسه قاعدين هنا ديل بيقول لنا مؤتمر وطني ولا بيقول لنا كوز؟ هم اقليه بتاعت حراميه، اقليه بتاعت حراميه. الاقليه دي لازم نوقفها عند حدها، لازم نوقفها عند حدها. بنوقفها عند حدها لما نقف كلنا سوا، بنوقفها عند حدها لما نقول لا 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 للظلم، لا للغلاء، لا للفساد، لا للسرقه، لا لا. لما ترفع صوتك وتقول لا ونقف كلنا مع بعض ما بيقدروا علينا، ما بيقدروا علينا، ما بيقدروا علينا، لانه هم اقليه بسيطه، لانه هم اقليه بسيطه. من الليله دي الزيادات دي ما بيفرضوها علينا غصبا عننا، نقيف ضدها في احيانا، نقيف ضدها الزول اللي في جامعته، نقيف ضدها الزول اللي في مدرسته، نقيف ضدها الزول اللي في بيته. ما حنركع لهم ولا حننحني لهم ولا حنطاطي راسنا ده لهم. راسنا ده يا اما نعيش عزيزين او نموت عزيزين، والموت بعزه افضل من الحياه عزيزه.